رحت عشان أجرب الشربينجو من بهيج، بس في نقطتين زعلوني. كان في اختلاف في الأسعار، وكان في حاجة في الأكل ناقصة. أول حاجة، الأكل نزل لنا الحمد لله، أحجام كانت كويسة، بس الأكل نزل من غير الشوربة. فأنا مشيت والأكل يعني من غير الشوربة هنبلع بيه، خصوصا إن الرز كانش أحسن حاجة، كان نص سوا. فدي حاجة زعلتني، إن يعني الرز هو الأساس مع الجمبري والحاجة دي، وكمان مفيش شوربة، فازاي يبقى نص سوا؟ فدي نقطة ضايقتني شوية منهم. بس بصراحة الفيليه كانت تتبيلته ممتازة، وكان دايب جدا، والجمبري طعمه عجبني جدا، وكانت التتبيلة بتاعته برضه ممتازة. أول مرة على فكرة، يعني تفكر إني بطبل، أنا أول مرة تعجبني الأكل. كان من عند باقي اللي اللي هي فيديو قديم كنت بشكر فيه شكرانية مش عايز أقول لك الأكل مكانش عاجبني خالص، بس المرة دي الأكل عجبني جدا، والكمية بتاعت الأكل دي كانت ممتازة. تاني حاجة، الاختلاف الأسعار، هو مكتوب إن الشربنجو ده عامل 199، رحت لقيته في المنيو ب225. بعد وانا بحاسب لقيته ب199، فمش عارف هم عايزين يوقعوا نفسهم ولا في ايه. بس الاكل كان ممتاز. والطماطم لو حطوا عليها بس شويه توابل كده هتبقى في حته تانية، لأن طعمها عادي جدا. بس